صباح الورد. لو نفسكم انكم تاكلوا بطاطا بس في نفس الوقت مش عايزينها تاخد وقت كتير في التسوية، فالوصفة دي علشانكم. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة حلقات البطاطا بالايس كريم، طرية وبتدوب في البق، والاهم مش بتاخد 10 دقايق وبتكون جاهزة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. عندي اول حاجة حبتين من البطاطا او حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. اهم حاجة بنتأكد انها مغسولة كويس جدا من التراب ومن اي حاجة. بقطعها لحلقات بالسمك ده زي ما انتوا شايفين، ما تكونش تخينة ولا رفيعة. بعد كده بنجيب الطاسة اللي هنسوي فيها، وبنزل بمعلقة كبيرة كده من الزبدة او السمنة البلدي حسب المتوفر. اول ما تسخن كويس جدا ونتأكد انها سخنت، نبدأ نرص حلقات البطاطا في الارضية لحد ما نخلص كل الكمية. عليهم بعد كده هنزل كده بمعلقة كبيرة من السكر على الوش، ومعاهم كمان رشة من القرفة، والقرفة هتديها طعم حكاية. والسكر هنا هيتكرمل وهيديني اللون وصوص كراميل كده حلو معاه. هنسيبها على نار عالية الأول لحد ما تاخد اللون المتكرمل الحلو من تحت بالشكل ده. بنبدأ بنقلبها على الناحية التانية علشان برضو تاخد نفس اللون من الناحيتين وتكون كده متكرملة وتاخد اللون البني الحلو. بعد ما بنقلب كل الكمية بنعمل برضو زي ما عملنا مع أول طبقة، بنزل بمعلقة كبيرة من السكر عشان أتأكد إن الناحية التانية هتتكرمل برضو، وكمان رشة من القرفة. وبنسيبها برضو على النار. في المرحلة دي بنهدي النار لمتوسطة ولحد ما اتأكد انها اخدت اللون الحلو من فوق ومن تحت. اخر حاجة بضيف كده قد نص كوباية من المية، وبنهدي عليها النار وبنغطيها لحد اما البطاطا تتشرب كل كمية المية، وكمان تبقى طرية. احط فيها الشوكة تبقى طرية بالشكل ده، وعملت صوص كراميل كده خفيف في الارضية. كده بعرف انها بقت جاهزة، دايبة وطرية، وريحة القرفة مع السكر حكاية هتقلب البيت من حلاوتها. تعالوا بقى اقول لكم هنقدمها ازاي. هنرص حلقات البطاطا بتاعتنا في الطبق بالشكل ده، ونكون مجهزين ايس كريم فانيلا. ننزل كده ببولتين من ايس كريم الفانيلا على الوش الساقع، وكل الصوص اللي باقي في الطاسه اللي احنا سوينا فيها صوص الكراميل بننزل بيه على الايس كريم من فوق. تخيلوا بقى كده البطاطا سخنة وطرية مع الايس كريم الفانيلا الساقع وصوص الكراميل اللي فيه كل الطعم. طبق سهل وبسيط لازم تجربوها، ما بتاخدش وقت خالص. اشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية. يا رب وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم. استنوا مني وصفات حلوة كتير سهلة وبسيطة ما بتاخدش وقت. كالعادة كنت انا معاكم فاتن عوض، والسلام عليكم.